السلام عليكم الإخوان الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. جيتكم عاوتاني بقصة زوينة، قصة جديدة ديال واحد الأخت. في الأول غادي نصليو على النبي رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي خواتاتي، اليوم غادي نعاود لكم قصة ديال واحد الأخت. مبقيتش كنقول لكم السميات باش ما نقولش السمية ديال شي وحدة باش ما يسمعش واحد سميت ديال هاد الاخت ولا شي حاجه ونسبب لها في المشاكل. المهم غادي نبدا لكم القصه ديال هاد الاخت من نهار باها غادي يبدا يتفلس. شنو هو؟ باها كان تاجر، كان تيبيع ويشري في المنتوجات ديال الشينوا. قالت لك من ايامات فاش الله بداو المنتوجات ديال الشينوا تيدخلوا. قالت لك ناض ديك الساعات ودار التجاره ودار المنتوجات ديال الشينوا، وكان تيبيع فيهم ويشري فيهم، وفعلا مشى فيهم مزيان ودار الكراجات وحل شحال من كراج وكان خدام مزيان وكان داير لينا الدار وكلشي. المهم واحد الفتره من الفترات زعما تا دار الفلوس ولا تاجر وتعرف بزاف وكلشي، قالت لك غادي يوقع ليه واحد المشكل. بين ليله وضحاها ما بقى تيتقدم لعندو حتى شي واحد، ما بقى تيجي عندو حتى شي واحد. قالت لك صافي غادي في الفلس، غادي تيسد في المحلات غادي المهم اللي كتب علينا هادشي. المهم قالت لك احنا ثلاثه الخواتات، ثلاثه البنات وامي وماما عمرها ما خدمات، وبا كان موفر لينا كلشي وكان مفششنا بزاف، كان صارم وصعيب في التربيه ديالو، ولكن في نفس الوقت كان حنين وكان توفر لينا اي حاجه بغيناها ولا تمنيناها. يعني حتى حاجه ما كتخصنا، بغينا نمشيو للحمام كيدينا، بغينا نمشيو لشي اداره كان يدينا. قالت لك ما كناش كنتحملوا مسؤوليتنا على ريوسنا، كان ديما هو معنا. قالت لك المهم في هاد الفتره هادي كنت انا وصلت لافاك، بديت كنقرا في العام الاول ديالي في لافاك. قالت لك المهم با صافي غادي يعني الافلاس ديالو صافي ما بقى عندو ما يجبد ولا ما صافي بدا تيبيع المحلات بشويه بشويه، تيبيع تيبيع تيبيع. قالت لك حتى بقات الدار اللي بقات لينا غير الدار. وناض قلنا يا ربي غير بقى مخلي لينا هذيك الدار. صافي كنقولوا ليه ماشي مشكل وهادي، وماما كتقول ليه ماشي مشكل، راه تهلا غير في صحتك، راه صحتك هي مهمه، حيت ولات كتشوفوا صافي تحطم بزاف. قالت لك وتتقول لي صحتك هي المهمه، فلوس راه حنا اللي كنديروهم ماشي هما اللي كيديرونا، وهو ما تيحملش اللي كيبقى ينصحو بحال هكا. بحال الا كتقولي لي صافي راه فشلتي، هو ما تيبغيش هكا. واحد الراجل اللي ما كيرضاش انه يفشل في شي حاجه. المهم غادي دوز واحد الايامات عاوتاني، غادي ينوض عاوتاني يمشي لواحد التجاره واحده اخرى اللي ما عمرهم كانت عندو فيها تجربه ولا كان تيخدم فيها ولا شي حاجه. المهم واحد البيع والشراء اللي ما عمره ما كان تيخدم فيها. ناض مشى بدا فيها عاوتاني وكانوا خاصينو الفلوس، وجا وقال لينا راه الدار غادي نحولكم لدار واحده اخرى. كاينه عندي دار واحده اخرى شريتها اللي صغيره من هادي، وغادي نديكم ليها، وهادي غادي نبيعها باش يعاود عاوتاني هذوك الفلوس يخدم بهم في التجاره الجديده. قالت لك صافي فعلا رحلنا لهذيك الدار، ابارطومون صغيره سكننا فيها. قلنا ماشي مشكل، المهم غير تكون طاعتنا. قالت لك المهم سكننا في هذيك لابارطومون، وهو مشى باع هذيك الدار. حنا قال لنا غير غادي يكريها، ولكن هو راه باعها ودار بها هذوك الفلوس. المهم الخوت
وباعها، مشى دار بها ديك التجاره اللي كان داير بها وما صدقاتش ليه وفشل فيها عاوتاني، ومشاو ليه فلوس ديال الدار حتى هما. صافي ورجع واحد النهار مشى للخدمه وطا عيطوا لينا قالوا لنا راه طاح في الخدمه وسخط، طبوش عليه عرق في راسو. هزينا للكلينيك وقالوا لنا راه طبوش عليه عرق في راسو. المهم خرج منها على خير، قالوا ليه جيت بعدا في الوقت الحمد لله. كان ممكن يوقع لك شلل ولا شي حاجه، المهم ما وقع ليه حتى شي حاجه. المهم غير خرج تعبان وداكشي. المهم خرجنا للدار وقابلنا في الدار وهادي. واحد النهار في نعمة الله غادي نفيقو وغتفيق ماما وما غتلقاش بابا حداها. قالت هذا فين مشى ما فين مشى، يمكن صافي فاق وخرج ما فطرش. المهم فاقت ومشات للطواليت باش توضا. كما كتعرفوا حنا تنفيقو تنمشيو للحمام توضاو نغسلو. المهم مشات للحمام باش توضا، لقات بابا تماك دار النهايه راسو. ودع. ما بغيتش نقول لكم بالتفصيل حيت ولدي حدايا وما بغاش يبعد مني، ما بغيتش نقول هذا الشيء قدامه. المهم دار نهايه راسو، نضنا كنغوتو وجاو الناس. صافي تم سميتو الدفن ديالو وداكشي، ودرنا جنازه وداكشي وصافي. تماك غادي تجي عائله الوالد ديالي غادي تقول لنا بغينا نقسموا الورث. وكيتسحب لهم راه الورث راه باقي. وناضوا كاملين جاب الله ما بقى والو حيت حنا غير بنات كانوا يدوا كلشي. المهم جاو بغاو يقسموا الورث، ما صابوا لا جدي لا حد مني. الدار اللي حنا ساكنين فيها صدقات غير مكريه، ما كاين لا ما كاين ما خليت حتى شي حاجه. صافي كلشي داكشي ديالو طب فيه عاد ودع، ما رضاش ودع. المهم تيشوفوا التعيو مشاو لديورهم، مشاو بحالتهم، ما كاين ما يقسموا ما كاين ما يدار. صافي ما بقاوش سولوا علينا واش ناكلوا ولا اش غنشربوا ولا فين غنسكنوا ولا والو. المهم داكشي اللي كانوا باغيين ما كاينش. عائله ماما قالت لنا نوقفوا معكم هادي، وحيت وقف علينا مول الكرا وتجمع عليه الكرا وما كاينش. وصافي خرجنا من عندهم من عند مول الكرا ومشينا عند عائلة ماما، الدار جدودي وساكنين فيها خوالي بجوج. ومشينا سكننا معاهم، ولكن كانوا يعايروا فينا ويسبوا فينا وداكشي وكيخدمونا وداكشي. المهم ما خدام. المهم في هذه الفتره غنكونوا كما قلت لكم عشنا عند خوالي، ولكن ديما كيعايرونا، ديما كيسبوا فينا، ديما ماما محنا، ديما هي اللي كيدوز عليها الشقه كامل وسميتو. وما خلص الماكله الا كنت غير تاكل كل ضغمه تيحسبوها ليك غدا تاكلو كاع ما كتشبعوا. المهم ديما نقير ديما هادي. المهم انا في هذه الفتره باقا تنقرا في لافاك، مازال ما كملتش لافاك. خواتاتي تا هما كيقراو باقي ما وصلنش، باقيين صغارات. المهم سميتو المهم غادي نخرج انا غادي نبدا نخدم في القهاوي، وفي نفس الوقت كنقرا في لافاك. وكنصرف على مولاي الضروريات، انا اللي كنصرف عليهم كاملين، على خالي وعلى كل شيء غير باش يسكتوا وما كيسكتوش. المهم بقيت نخدم في القهاوي، ما يناش القهوه وداكشي راكم عارفين، ولا تسخار ولا بحال هكا. كان نخدم في القهوه وكندبر على راسي في البريكولات. شنو هما هاد البريكولات؟ هما راه المهم كانوا في الاول كنت غير تنخدم في القهوه وداكشي،
وكيدبروا عليا الكليان، كاينين تيدوروا معايا بحال هكا. وشويه واحد النهار واحد قال لي عطيني النمره، عطيتها ليه النمره، يقول لي ماشي معايا للدار. المهم راه انا عارفك باقا بنت وداكشي، راه ما نقيسكش نديرو داكشي سطحي. والمهم قالت لك مشيت معاه فعلا، داكشي اللي كان ما قاسنيش غير سطحي داكشي، وبقينا هكاك. وعطاني الفلوس، والفلوس ديال انني غادي نخدم فيهم. المهم عطاني الفلوس ديال باش غنخدم انا في هذيك القهوه 3 ايام. المهم بحال خلصني في 3 ايام ديال الخدمه. المهم بقيت معاه ديما هكاك، كل مره يعيط عليا هكاك. المهم شويه حتى وليت طاحت عليا هاد الفكره، قلت نبقى ندبر على بحال هاد البريكولات وندبر على راسي. بقات كدبر على راسها حتى جبتها في راسها. المهم قالت لك بقيت ديما تنشد هذوك البريكولات، تنشدهم واحد النهار، وديما كنحط لهم الشرط ديال اننا داكشي سطحي، انا باقا بنت. المهم قالت لك واحد النهار غادي نمشي مع واحد خينا، واتفقت معاه بنفس الاتفاقيه ديال غير سطحي. المهم قالت لك مشيت معاه صافي، وقالت لك وحيد لي البوشونه. ملي حيد ليها البوشونه صافي، قالت لك عايرتو، تخاصمت معاه وقلت ليه حشوم عليك وماشي هادشي اللي اتفقنا عليه. قال لي هادي ما ندير لك، راني صافي انا ما نقدرش نحبس راسي. المهم قال لها اصلا انت منين عرفتي راسك باقا بنت شدك لهاد الطريق؟ قالت لك صافي. المهم مشات الهضره، صافي مشى داكشي. المهم البوشون تحيد، ما بقى نيت كاع. المهم قالت لك صافي بقيت في هذيك الحاله، صافي وليت خرجت ليها نيت طول وعرض، وليت ديما بريكولات صافي. حتى لواحد النهار قالت لك عائلة ماما تخاصموا معنا بزاف وداكشي وعايرونا وداكشي. قررت انني نهز عائلتي ونمشي نكري ليهم ونخرجوا من هذيك الحاله. المهم قالت لك مشيت كريت وسكننا انا وعائلتي، انا وخواتاتي وامي صافي. وديما ماما كتسولني تقول لي منين كيجيوك الفلوس؟ هادشي كامل بزاف. تنقول لها رانا خدامه بالقهوه، كنخدم حتى سربايت وكيدوروا معايا الناس، وفراسها ما يتعاود مسكينه. المهم قالت لك انا بقيت كنقرا وساليت لافاك ديالي، وخدمت في واحد الخدمه، دفعت للتعليم ودفعت. المهم خدمت في واحد الوظيفه زوينه، وليت كنتخلص مزيان، وحبست هذاك الشيء ديال الفساد ما بقيتش كنديرو. قالت لك واحد النهار غادي نفيق من النعاس وغادي يخرج فيه واحد الحبوب كله في الداتا ديالي. قالت لك وشحال ما كيتعطل فيا، شحال ما كيتزاد ينتشر. قالت لك بقى تينتشر من رجليا، بقى تينتشر تطلع ليا حتى لوجهي، ودوك الحبوب دايرين الراس مقيح. قالت لك بقيت غير تنتعجب وتنقول زعما واش شي حساسيه ديال شي ماكله، واش هادي. المهم قالت لك تتعطل فيا داكشي شي 20 يوم. قالت لك صافي شفت ما بغاش داكشي يمشي صافي. قالت لي ماما خاصني نمشي معاك تمشي دوزي. قلت لها صافي قلت انا غنمشي ندوز راسي. قالت لك مشيت عند الطبيبه، واحد الطبيبه، ومشيت دوزت عندها، وقالت لي خاصك تمشي عند الطبيب ديال الجلد. انا ما نقدرش نقول لك شي حاجه في هذا الشيء، حيت ماشي من الاختصاص ديالي فعلا. قالت لك صيفطتني عند واحد الطبيب ديال الجلد، وقالت لك غير شافني هو يقول لي جيت كديري شي علاقه جنسيه. قلت لك وانا نتعجب كيفاش دا قال لي بحال هاد الهضره. قلت لك وانا نقول ليه داكشي تاع البنات، زعما ماشي شي حاجه، ما عرفتش شنو هي داكشي ديال البنات، ما فهمتش. المهم قلت لك
صافي ما بغاش يحكر معايا في الهضره ويقول لي انا نعطيك التحاليل تمشي ديريهم ليا. قالت لك عطاني التحاليل مشيت درتهم. قالت لي مولات اللابوراتوار سيري ديهم للطبيب ديالك هو اللي غيقول لك شنو فيهم، ما نقدرش نقولها لك انا. قالت لك فعلا هزيتهم وديتهم عند الطبيب ديالي، لهاد الطبيب زعما ديال الجلد. قالت لك هو يقراهم وهو يقول لي راه فيك السيده، راكي مريضه بالسيده. قالت لك صافي تصرفقت وحياتي تقلبات فلا لا. قالت لك هو يقول لي ما تخافيش، راه دابا الطب راه تطور وهادي، صيفطك الجمعيه ديال محاربه السيده تعاونوا معاك وهادي وراكي غتعالجي. صافي قالت لك صافي مشيت عاوتاني رجعت للابوراتوار. قالت لك وهاد التحاليل قالت لك تقاموا عليا ب40,000 ريال. قالت لك وكاع ما كانوا عندي هذوك الفلوس، قالت لي غير تسلفتهم باش درت دوك التحاليل. قالت لك المهم ورجعت عاوتاني للابوراتوار وقلت لهم يعاودوا لي ديك التحليله ديال السيده. عاودوها ليا لقاو نفس الشيء يعني فيا. المهم مشات. قالت لك صافي مشيت لديك الجمعيه وليت نتعالج، عطاوني الدواء كنشرب بالتخبيه على امي. صافي قالت لك وتحطمت. قالت لك وليت كنشرب الدواء بدون اخبار امي وتحطمت وصافي مبقاش عندي لا خاطر الخدمه لا حتى شي حاجه، كنخدم غير بزاز وكيجيو عندي الخطاب وما كنقدرش نقول لهم حتى شي حاجه، ديما كنردهم. كتقول لي امي علاش كترديهم، علاش ما تزوجيش؟ تنقول لها الا تزوجت شكون اللي غادي يهزكم؟ تي خواتاتي وما كاينش اللي يهزكم، ما كاينش اللي يهتم بكم، غيخليوني. قلت لك امي ما فراسها ما انت مسكينه. قلت لك بعض المرات تنفكر ندير نهايه لراسي كما دارها با، وبعض المرات عاوتاني تنقول خصنيش ندير هادشي راه حرام. وقالت لك عافاك هما نصحوني شنو غادي ندير. انا اختي كنصحك تمشي تعالجي وما ديري حتى شي حاجه براسك صافي، كان عليك تفكري من قبل. قالت لك انا كان عقلي طايش بغيت نرد كلشي داكشي اللي كنت عايشه فيه في الاول. كنت بغيت نعيش في عزاز المكرمه ونعيش عائلتي مزيان. قالت لك المهم ما رضيتش بالحالات الفقر، ما رضيتش بها حيت ما كناش فيها باش ما تقبلتهاش. تقبلاتها امي، تقبلوها خواتاتي، انا ما تقبلتهاش. هي اللي خلاتني قالت لي تخرج كاع الطريق، خرجت لهاد الطريق كلشي. والله شافيك اختي، والله حد الباس، الله يهدي البنات، وراه ما كيصيبنا غير اللي مكتب علينا الله. الحمد لله على كل حال. جمعوا راسكم البنات، جمعوا راسكم. الفلوس راه ماشي هي كلشي، الفلوس ماشي هي كلشي. الله يعوضكم خير.